بعثة النادي الأهلي تطير إلى بوروندي في رحلة مدتها 6 ساعات للوصول عصر اليوم لخوض ميران خفيف قبل الميران الرئيسي غدا في نفس موعد مباراة إيجل نوار البوروندي التي ستقام في 4 عصرا يوم السبت القادم. ياسر ثروب المدير الفني الجديد يداعب أشرف بن شرقي في أول مقابلة بينهما في مطار القاهرة بعدما تغيب اللاعب المغربي عن أول ميران للمدرب مع الفريق لتأخر وصوله من المغرب. أحمد عبد القادر يستهدف تحسين مركزه بين أجنحة الفريق مع المدير الفني الجديد ليكون له الأولوية في المشاركة أساسياً. ياسر ثروب اتفق مع عادل مصطفى على الضغط من الدقيقة الأولى على إيجل نوار البوروندي في مباراة السبت القادم لرغبته في حسم بطاقة الصعود من هناك قبل مواجهة الإياب. جريدة اليوم السابع تؤكد أن الخليج ونادي الزمالك هما الوجهان المحتملان لرمضان صبحي بعد اقتراب رحيله عن بيراميدز، خصوصا بعدما أغلق الأهلي الباب تماما أمام عودته. ياسر ثروب وافق على استمرار أيمن محمد محلل الأداء المصري مع الفريق ليكون هناك محلل أداء آخر بخلاف المحلل الأوروبي الذي سيتواجد معه بالجهاز. ياسر ثروب يتحفظ على فكرة الاستعانة بأمير عبد الحميد للعمل مساعدا لمدرب حراس المرمى. حالة انزعاج كبيرة تسيطر على مسؤول النادي الأهلي من مهيب عبد الهادي الذي يستغل صداقته مع إمام عاشور للضغط على النادي لفتح ملف تجديد وتعديل عقد اللاعب مجددا بالحديث عن مروره بحالة نفسية سيئة وتجاهله من مسؤول النادي. هناك تواصل مستمر بين وليد صلاح الدين وطبيب الفريق مع اللاعب إمام عاشور. عدم انخفاض نسبة الفيروس لدى إمام عاشور عن 200 منذ أكثر من أسبوع يصيب اللاعب بالقلق من أن تطول مدة غيابه عن الملاعب أكثر من ذلك. إمام عاشور يشعر بزهق شديد وملل من الجلوس في المنزل طوال الفترة الماضية والتزامه بنظام غذائي قاس. الكابتن محمود الخطيب يتمسك باستمرار محمد يوسف في منصب المدير الرياضي الفترة الحالية ويؤكد له أن النادي يحتاج لخبراته في هذه الفترة. محمد يوسف تلقى عرضا خارجيا خلال الأيام الأخيرة لتدريب أحد الفرق. سيد عبد الحفيظ يتحفظ على منح المدير الفني الجديد كامل الصلاحيات في اختيار الصفقات الجديدة وتحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق الفترة القادمة. عبد الحفيظ يؤكد أن أمر الصلاحيات الكاملة للمدير الفني لابد أن يتغير وأن يكون لإدارة الكرة الدور الأكبر فيه، خصوصا بعدما حدث في فترة كولر الذي تسبب في رحيل عدد كبير من اللاعبين المميزين وأصر على التعاقد مع لاعبين بعينهم مثل موديست. نادي بيراميدز ينفي كل ما يثار حول عرضه على الزمالك 2 مليون دولار ورمضان صبحي للحصول على خدمات حسام عبد المجيد. جون إدوارد يتمسك باستمرار حسام عبد المجيد مع الزمالك لنهاية الموسم على الأقل ويرفض رحيله في يناير القادم. التمسك بحسام عبد المجيد يأتي بالرغم من طلب البعض في النادي رحيله حاليا بدلا من رحيله مجانا للأهلي في الموسم التالي بعد نهاية تعاقده، وخصوصا أن هناك عروضا جيدة للاعب حاليا. سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي يكذب المدعو خالد الغندور ويؤكد أن النادي الأهلي سدد جميع الأقساط المستحقة على كل أراضي وفروع النادي. جميع أراضي وفروع النادي الأهلي سواء فرع القاهرة الجديدة أو فرع الشيخ زايد أصبحت مملوكة بالكامل كأصل للنادي الأهلي، وهناك نية لإقامة فرع جديد للنادي قريبا. جماهير الأهلي تصف ما فعله مدحت شلبي بعد عودته من الإيقاف بأنه تلقيح على سيد عبد الحفيظ وتطالبه بأن يتكلم بوضوح وبالاسم. إبراهيم المنيسي الإعلامي بقناة النادي الأهلي يهاجم مدحت شلبي بكل قوة بسبب التلقيح على سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة في آخر 20 عاما بالكرة المصرية. المنيسي يؤكد أن سيد عبد الحفيظ سيظل كادرا إداريا محترما، ولن ينجح مدحت شلبي أو غيره في التقليل منه أو من الواقعة بينه وبين وليد صلاح المدير الكروي الحالي. المنيسي يتعجب بشدة من استمرار شخص بهذه السقطات الإعلامية وهذا الطرح في الإعلام الرياضي دون أي موقف ضده من المجلس الأعلى للإعلام.
أشرف بن شرقي ونجوم المنتخب المغربي الأول يحتفلون على ستوري الإنستغرام بتأهل منتخب الشباب المغربي لنهائي كأس العالم بعد إقصاء منتخب فرنسا وضرب موعد مع الأرجنتين. بعض الأندية القطرية تستغل استكمال محمد عبد المنعم علاجه من الصليبي في أكاديمية سبيتار للحديث معه عن إمكانية التواجد معهم، واللاعب يغلق الباب تماما أمام فكرة اللعب في الخليج حاليا رغم الإغراءات المالية الكبيرة. جماهير الأهلي تشيد بتصريحات كريم ندفد الأخيرة عن رحيل رمضان صبحي، والتي أظهرت بشكل كبير غيرته على الأهلي وحبه للنادي. البعض من جماهير الأهلي يؤكد أن كريم ندفد سيكون كادرا جيدا يستفيد منه النادي الأهلي مستقبلا. محمد السيد لاعب وسط نادي الزمالك يؤكد لبعض زملائه اقترابه من التوقيع لنادي فرنسي مجانا في يناير القادم. نادي الزمالك يقرر تحويل عدد من الأشخاص داخل النادي للتحقيق لمعرفة المتسبب في تسريب مستندات اجتماعات مجلس إدارة النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تسريب المستندات تسبب في حرج كبير لحسين لبيب رئيس النادي ونائب رئيس النادي بسبب القروض الهزلية التي تمنح منهم للنادي. عبد الحميد معالي لاعب نادي الزمالك يؤكد لجون أدوارد استعداده التام لتحمل تأخر أزمة مستحقاته وعدم تقديم أي شكاوى ضد النادي. شرط عبد الحميد معالي هو أن يتم مساعدته في استقدام عائلته للإقامة معه في القاهرة. شوقي غريب المدرب السابق للمنتخب الأولمبي يؤكد أن أحمد عابدين ومحمد عبدو وأحمد خالد كباكا ومحمد السيد وتيبو جبريل يستحقون فرصة مع المنتخب الوطني الأول الفترة القادمة.